حبيت وحده وناوي تخطب لازم انه انت تحط معايير وتجيب ورقه وقلم وتحسب حسابك لهواي امور. المصاريف والامور مقدور عليهن، بس اللي ما مقدور عليهن عقل البنيه، استيعابك للفتاه. اول شغله الزعل، هذا ماكو نقطه واحد نمبر تزعل هواي بدون اسباب. مو هي الفتيله وين؟ انه هي تزعل هواي بدون اسباب. يعني مثلا عندك امها تعاركت وياها زعلت، فانت مني راضي، مو امها تراضي، انت تراضيها. مثلا انكسر ظفرها، انت ما لك علاقه، رجال طالع يا جماعه تكسر نرجيله، فانت هم راح تراضي واسباب كثيره. مثلا تعاركت ويا صديقتها، جت قالت لك عليه انت متغير عليه وانت ما لك شغل، بس هي اسباب الزعل. انت لازم على كل شيء لازم تراضي، تتحمل تراضي اخطب، ما متحمل لا تخطب. ثاني شغله لازم تصاحب صديقاتها، لان هي راح تزعل، من راح تزعل ما راح تجيك، راح تروح صديقاتها. زعلني. فانت اذا ما مصاحب صديقاتها وما مراضيين، فان صديقاتها راح يقببونها عليك، تفهم؟ وراح تقب. فانت لازم تراضي صديقاتها. ثالث شغله والاهم، ماكو شيء متغير عليها، او ما تحس بالنار متغيره، او ما تحس وما لاحظ التغيير. هو ماكو تغيير، ناصبه عليك، هي ماكو اي تغيير، بس هي هاي ماكو. هو الغرور، الرضا، ان انت لازم تقول ايه اي حب متغيره، الله شنو متغير، ولازم تحمد، يعني تكذب ومتغيره. اوكي هو شيء يغضب رب العالمين، بس شو تسوي؟ نتحمل، ماشي لحد ما تشبك تتزوج، وراها براحتك راح تتزوج. فمتى اي شيء، مثلا اي شيء يجي ببالك اذا قلت لك شنو نتغير بيه، مثلا قلها لون شعري، مثلا ضعفانه، مثلا طولانه، قصرانه، اصبع رجل، شو اي شيء، المهم انه اكو تغيير، اكو تشينج. رابع شغله والاهم، انه راح ينطرح عليك هذا السؤال هواي، شو بطلت تحبني مثل قبل؟ هو ماكو قبل، هو ماكو اصلا اي تسبب. انت رجال بشغلك، ماكو ترجع يمكن تحاكيها بس بالليل. فانت بهاي الفتره ماكو يقول لك شو انت ما فانت قلها لا يعني طلقها واخلص من الله وباقي.